في بداية كل سنة جديدة يتنافس مربو الحمام الزاجل على الحمامة الأسرع والأقوى في سباق السرعة والتحدي. نادي ذي قار لسباق الحمام الزاجل أقام سباقا بمشاركة أكثر من 7000 طير من محافظات الوسط والجنوب، بمشاركة أكثر من 300 هاوي الحمد لله والشكر، من 4 محافظات عراقية: بغداد، كربلاء، النجف والحلة. 10 أندية مختلفة اشتركت بهذا السباق. عدد الحمام ما يراوح 7000 أكثر بقليل. سباق الحمام الزاجل يختلف عن غيره من السباقات كونه يعتمد في تحديد الفائز باستخدام جهاز برايكون لتحديد السرعة من مكان الانطلاق إلى النقطة المحددة لنهاية السباق. طبعا كل المستخدمين يستخدمون أجهزة برايغون اللي هو النظام الأكثر تطورا في العالم من أجل احتساب السرعة والكفاءة بالنسبة للطير. الحمد لله تم السباق، قدرنا نوحد الهواة من مختلف محافظات العراق. المناخ الجيد وانطلاق الحمام الزاجل عند طلوع الشمس من أساسيات السباق، فضلا عن وضع حجل يحمل رقم تسلسل الطير المتسابق وساعة رقمية لتحديد زمن المسافة التي قطعها. يوجد شيب ندخله احنا برجل الحمام، ننطيه معلومات الحمامة، رقم الحمامة وعمرها ويا سنة، فعند وصول الحمام يقدر يعد هذا الجهاز بالدقيقة 12 حمامة، بالثانية 12 حمامة العفو. فجهاز يعني في قمة الروعة، معتمد بكل دول العالم. مربو الطيور أكدوا أنهم لا يحتاجون للدعم الحكومي المادي بقدر ما يحتاجون إلى تنمية مواهب هواة تربية الطيور من خلال إقامة أندية والإشراف رسميا على إجراء مسابقات لهم. كل سباقاتنا اللي جاي نجريها بدعم ذاتي من قبل المتسابقين، لكن من خلال قناتكم الكريمة ناشد وزارة الرياضة والشباب بأن يلتفتون التفاتة كريمة لهم بضم هذه الهواية أو هذه الرياضة تحت أي مندرج هم اللي يريد يضيفونه بالنسبة لهم. وبحسب الدراسات العلمية الحديثة كشفت عن أن حمام الزاجل لديه القدرة الطبيعية على رسم خارطة المجال المغناطيسي للأرض يستعين بها في معرفة طريق العودة إلى موطنه. لبرنامج مراسلون، حيدر الزرقاني، ذي قار.